السلام عليكم لكل متابعين قناتي، يا رب دايما تبقوا بخير وبسعاده. احب ابدا الفيديو بتاعي زي كل مره بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ما انساش اشكر متابعيني الكرام اللي دايما بيدعموني، شكرا ليكم. النهارده جايبه لكم هنعمل بقى اكسسوار، بقى نغير نمط شويه، بقالنا كتير ما عملناهوش. طبعا فكرته سهلة وبسيطة جدا وحاجات كلها موجودة وان شاء الله هتلاقوها. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي طبعا احب الناس الجديدة اللي لسه اول مرة تشوف الفيديو، اتمنى ان هي تعمل اشتراك في القناة او سبسكرايب، وطبعا ما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ بصوا انا جايبة وحدات جاهزة. يعني ايه جاهزة؟ احنا الحاجات دي بنجيبها منين؟ عشان في ناس سألتني كتير جدا المرة اللي فاتت اما عملت الاكسسوارات قبل كده، قالوا لي طب الحاجات ديت بتنجاب منين؟ الحاجات دي انا بجيبها هنا في مصر، موجودة هنا في مصر عند المحلات اللي انا بجيب منها الخيوط والابر والحاجات دي، اللي هي محلات الكلف والخردوات. تمام، بلاقي عندها الحاجات دي. في محلات جملة بتبقى موجودة خاصة بالاكسسوارات بس، يعني خاصة بالحاجات دي فقط. انما لو انا هجيبها من محلات قطاعي كده بلاقيها عند المحلات بتاعة الكلف والخيوط والحاجات اللي زي دي. تمام، انا جايبه اشكال هي موجوده. انا لقيت طبعا اشكال الكردانات دي اكيد هي طالعه موضه، كلكم اكيد شفتوها. بصوا اشكال كتير خالص. طبعا انا بجيب الاشكال دي وابدا اشوف ايه، اجمعها مثلا، اشوف الاشكال اللي تنفع معايا، الاشكال اللي ممكن اعمل منها عقد يكون شكله ظريف مثلا. وديت يعني بصوا دي اشكال اهي، ودي قروش. القروش دي بقى طبعا اكيد كلكم عارفينها، يعني دي هي طالعه موضه جدا الفتره دي في مصر، يعني فتلاقيها في كل كردان موجوده، يعني في كل عقد موجوده فيه. تمام. انا هبدا اعمل ايه؟ وطبعا ديت اللي هي الايه، السلكه اللي المفروض بتتلبس العقد نفسه بقى. تمام. الاسعار دي ممكن بتبدا من 2 جنيه مثلا لحد 3 جنيه ونص، حاجه كده المتر منها. ماشي. دي بقى بتبقى اسعارها بالجرام، يعني الجرام مثلا فرضا يعني ال10 جرام ممكن تلاقيه ب2-3 جنيه، يعني على حسب، برضو على حسب الجرامات اللي هتتوزن ليها. ماشي. الحاجات دي اللي هي الحاجات المعدن دي. طب انا هبدأ ارتب ايه؟ وطبعا منساش معايا بقى الحاجات اللي هي بشبك بيها، اللي هي الدوريات دي. ماشي. الدوريات دي رخيصة جدا برضو، يعني تجيبي شوية اكتر كده مثلا ب2 جنيه ولا حاجة. هنبدأ نعمل ايه؟ انا هجيب مثلا شكل الكردان ده كده اهو. انا ببدأ بقى اشوف الشكل اللي يعجبني، يعني انا عملت كذا شكل واستقريت على ده بصراحة قبل ما اصور الفيديو. مثلا هعمل كده واخلي العلقة دي هنا كده. تمام. ماشي اهو، انا عامله لكم كده عشان يبان اكتر لشكل الفيديو اهو. دي هتتشبك مع دي كده، ودي تيجي هنا، وهبدأ اوزع اشكال الاشكال دي كده هنا في قلب لان دلوقتي انا كل عماله ابص على الفيديوهات حتى على النت كتير جدا جدا، الاقي ده الشكل ده الاشكال دي اللي موجوده في كل اللي هي اشكال القروش دي موجوده في قلب الكردان. تمام. هننفذه ازاي كده بقى؟ هبدأ اجيب انا اللي هي الحلقات دي، انا مركبه، كنت مركبه حلقه هنا نسيت اشيلها. هبدأ اجيب الشكل ده اهو. بصوا بقى طبعا دي انتوا عارفين دي اللي انا بستخدمها معايا، البنسة دي. اولا اللي انا الحلقات ديت اللي انا لقيت منها خفيف، يعني انت سهله اصلا انت شايفه تفتحها بايدك وتقفليها، بس طبعا دي بتساعدني اكتر البنسة معايا. ماشي. فانا هستخدم ايد. لو هي تقيله، لو من النوع التقيل لازم يبقى معايا 2، لازم يبقى معايا البنستين كده. ابدا افتح بيها كده زي ما انتم شايفين، شوفوا، واقفل بيها تاني لو انا هحتاج دي يعني. تمام. انما هي سهله، ممكن استخدم حاجه واحده بس كده. وهبدأ اجيب ايه بقى؟ هبدأ اركب هنا ديت عشان اركب الاتنين دول مع بعض كده اهو. تمام. انا كده شبكت دي. بصوا حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا، مش عايزة اقول لكم طريقة التركيب سهلة جدا جدا. لا سوري، انا ركبت غلط انا ركبت الاتنين دول مع بعض، المفروض العكس. تمام، المفروض دولت اهو كده زي ما انتم شايفين. تمام. المفروض اظبطها اكتر اهو. ماشي اهي، داخل دول كده عشان تبان. وبعد كده بقى هجيب دولت اركبهم هنا مع بعض، يعني هجيب حلقة من الحلقات دي كده افتحها اهي، وابدأ اركب هنا واركب هنا.
طبعا انتوا هتلاقوا اشكال كتير جدا. هي النظريه في ان انا جبت الحاجات اللي قدامكم دي لان انا لقيتها طالعه موضه. تمام. وغير كده كمان لقيتها سهله ان انتوا هتنفذوها. المره الجايه بقى انا هنفذ لكم بطريقه هجيب معايا لولي ان شاء الله، وهعمل لكم عقد جميل جدا ان شاء الله يعجبكم برضو من اللي انتوا شفتوه في المعرض. يعني عقد من اللي انتوا شفتوه في المعرض من غير حاجات جاهزه. بصوا كده خلاص انا كده ركبتها. هاجي برضو كمان برضو. بصوا هركبها ازاي عشان خلي بالكم عشان الشكل ما يخونش بتلاقيها تتقلب معاكي. هنبدأ نركب دي كده الاول. تمام. وبعدين اركب دي من هنا كده واطلعها، علشان لو انا عملتها العكس هتقلب معايا الشكل ده، هيبقى يعني الوش عكس الظهر. تمام كده اهو. ماشي. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هبدأ اركب الحاجات دي هنا كده في الشكل ده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده انا ركبت الحلقتين الاتنين دولت هنا فوق. تمام اهو كده الاتنين دول فوق كده. ماشي. انا ركبتهم ازاي بقى؟ طبعا انا جبت الشكل ده وركبت فيه حلقة من الحلقات ديت، وهبدأ اركبها هنا كده. بصوا انا طبعا مجهزاهم ومركبه فيهم الحلقات علشان اركبهم قدامكم على طول. اهو شايفين. هبدأ اركبهم بقى كلهم كده، بس طبعا هنا عشان هيبقوا جنب بعض فانا ممكن اعمل واحده واحده. يعني بصوا هنا في الحلقه في العيون ديت هيبقوا كتير، فانا ممكن اعمل واحده واحده كده. تمام كده زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين انا عملت ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده. تمام. فاضل برضو الجزء الاخير ده انا مرضتش اعمله لما اوريكم دولت الاول. تمام كده. نركب برضو في الجزء الاخير ده زي ما انا عملت هنا هعمل هنا اه كده. هبدأ برضو اوزع الحلقات دي هنا كده على الحاجات اللي موجودة هنا دي زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين انا ركبت دي برضو اهي. على فكرة انا لو انا عايزة اركب دي لوحدها بس كده، يعني عقد ده لوحده، يعني الغي كل اللي فوق واركب دي لوحدها برضو جميلة. يعني انا عاملة دي لوحدها ليا انا يعني العلاقة دي بس كده لوحدها شكلها جميل وحلو قوي برضو. بس طبعا عشان نديله فخامه شويه، يعني علشان يبقى يعني قدام بقى. استنى لما اتاخر دولت كده. شايفين شكله جميل جدا جدا. وعلى فكره عايزه اقول لكم الحاجات دي بتتكلف جدا، يعني ما هيش يعني بره مش رخيصه. يعني دلوقتي بقى العقد ب60 وب70 جنيه وحاجات يعني ارقام كبيره كده. ماشي. انا هبدا اعمل هجيب بقى السلكه دي. طبعا هقيس الطول اللي انا عايزاه على العقد. كل واحد طبعا انا مش عايزه اديكوا رينج معين علشان انا ممكن اكون عايزاه قصير، ممكن حد يكون عايزه طويل شويه، فعلى حسب ما انت عايزه. فانا هبدا اقص ده على قد ما انا عايزه الطول بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده انا ركبت بقى الجزء اللي انا عايزاه من العقد ده كده اهو. تمام. يا دوبك شبكته من هنا نفس الفكره دي ونفس الفكره دي. معايا بقى اللي هو المشبك اللي انا المفروض اعمل بيه بتشبك بيه بقى العقد من فوق اهو. اوريكم انا كنت مركبه فيه هو ده كده. تمام. هبدا بقى اركب فيه برضو ديت واجيبه من هنا. تمام كده. وهنا الناحيه التانية برضو فيها نفس الفكره ويا دوبك هتتربط. مش عايزه اقول لكم على جماله في اللبس، والله جميل جدا جدا وشيك جدا. دي الفكره الاولانيه. تمام. في فكرتين كمان انا هنزلهم بعد ما تشوفوا دي. تمام كده. طبعا استنونا. اتمنى الناس الجديده اللي هي لسه اول مره تشوف الفيديو لو عجبها الفيديو تعمل اشتراك في القناه او سبسكرايب، وطبعا ما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس. ويلا استنوني في الفيديو الجاي. طبعا انا محضره جبت البونبونيره دي كده اهي. شايفين ان انا عندي شويه اكسسوارات افكار حلوه ليها هعملها لكم باذن الله.
شايفين انا دي قست على قد الرقبه بتاعتي، واقوم جايه واخده دي كده هوصلها في النص. وطبعا وعلى فكره مش شرط دي الكلفه دي، ممكن هي عشان الكلفه دي انا جايباها عشان هي طالعه موضه شويه للبنات، انما انا جايبه ممكن تبقى ستان مثلا اهي كده، لونها لون مختلف، او بنفس اللون الاحمر عشان تبان. وممكن نحطها على توكه طبعا، يعني افكار كتير جدا ممكن تتنفذ. دي برضو على قد الرقبه اهي بتتعمل كده، بس انا عايزه ازلزل على الاسمر عشان هتبان اكتر، اللون الاحمر ده يبقى حلو على الاسمر اهو. شايفين كده وسطنا تقريبا اهي. وطبعا انا ممكن اصغرها، يعني ممكن تبقى هي كبيره شويه كده، بس علشان اوريها لكم يعني بالشكل ده. تمام كده. طب انا هعمل اقفلها ازاي من هنا؟ طبعا دي ممكن اعملها توكه زي ما قلت لكم، يعني تتعمل توكه زي تربونه كده، تربونه للبنات وتتحط. او ممكن اجيب، انا عندي هنا حاجات للاكسسوار، كنت يعني تقفيلات بقى للقماشات اللي زي ديت. او انا ممكن استخدم يعني هتنيها شويه كده عشان تبقى، طبعا انا الاول بالولاعه، وهبدا ايه اسوي الاطراف كده علشان ما تفكش مني. وابدا مثلا ممكن اتنيها كده بالشكل ده كده اهو، عشان تبقى صغيره شويه المساحه اللي انا جايباها دي اهي. وهدخل دي كده هنا، شايفين يعني ده بقى شويه تظبيط شويه اهي. ودي هنضغط عليها، طبعا في ادوات معينه كده. شايفين هاجي برضو نفس الجزء التاني هنا كده اهو، اتنيها كده عشان بس تبقى مظبوطه كده اهو. واخد الشكل ده. دي تقفيلات بتتجاب من عند بتاع الكلف، اكيد بتاع الكلف يبقى عنده الحاجات دي برضو، ان انا جايباها من عند بتاع الكلف يبقى عنده حاجات الاكسسوارات، او اي محل بقى بيبيع الحاجات ديت انتوا عارفينه وتقدروا تجيبوا منه. تمام اهي كده. دي على التقفيله من ورا. طيب انا عندي بقى لسه ما كملتهاش، المفروض في عندي تقفيله زي دي كده مدوره اهي، افكها كده وهركبها هنا. دي بتبقى في الاكسسوارات طبعا، اكيد كلكم عارفينها يعني اهي. وادي هنا برضه هركب واحده الجهه التانية، بس الجهه دي كده هركب فيها بقى اللي هو الكليبس بتاع العقد نفسه، اللي هو بقفل منه العقد، اللي هو ده واضح لكم اوسعها بس سنه كده، وادخل دي هنا وبعدين ادخلها هنا، نقفلها كده. شايفين؟ وطبعا لو انا عايزاها اسوره اعملها اسوره بالشكل ده، واقفلها بقى كده. شايفين؟ انا ثواني بس اوريها لكم بقى. بصوا انا جبت البونبونيره عشان ايه، يعني احاول اوضحها لكم شويه. شايفين بالشكل ده كده. طيب انا ممكن اعمل شكل تاني برضو، اعمل فيونكه بقى صغيره كده. تمام اهي. اعملها ازاي؟ برضو بنفس الشكل ده، هجيب هنا برضو هلسع الجزء ده واقوم جايه عندها. شايفين كده كده، احط الصباعين دول كده واقوم جايه جايباها كده وتانيها زي اي فيونكه بتتعمل اهي كده. بس كده صغيره كده.
تمام. وهقوم جايه اقصها برضو المقاس اللي انا عايزاه، بس انا هحاول الزقها بقى عشان هي منها رفيعه. العريضه بتتربط بسرعه، بس انا مش عايزاها كده يعني، مقاسها عاجبني كويس. تمام. هقوم عامله واحده كمان كده، واقوم جايه تانيها كده من هنا اهي اهي كده. تمام. واقوم جايه قصها الزقها بقى، بس اظبطها كده الزقها من هنا كده، واقوم جايه احطها على دي. ممكن اصغرها شويه عشان تبان كده، اقل منها شويه، واقوم جايه احطها كده برضو. تمام. وهاجي من هنا واظبط بقى الايه كده اهي من الناحيه دي برضو كده. بالشكل ده برضو. دي برضو انا عملتها ايه، لو استفدنا منها استفدناها في الشغل بتاعنا برضو. اول قصد ان انا عاملاها عشان اوريها لكم على اوريها لكم كاكسسوار يعني على الطوق ده برضو، بدل الوردة اللي احنا عملناها اهي. هقوم جايه لفعها برضو كده اهي بالشكل ده. تمام. وهاجي برضو على على الطوق البامبا ده بقى، اقوم جايه برضو موسطناه حطاه في النص. شايفين ده النص كده تقريبا اهو كده، واحطها هنا كده. طبعا وانا شغاله زي كل مره بقدم لكم شكر على التعليقات اللي انتوا بتعملوها، بصراحه تعجبني جدا جدا يعني، شكرا ليكم. انا هجيب خرزه كده لونها فضي احطها هنا كده، بس دي كده اهو احطها هنا كده اهي، عشان تديها منظر يعني اشيك. دي بتتحط، الطوق ده بيتحط على الرقبه بس كده، بتلف على الرقبه كده او على الايد. او لو اصحاب العروسه عايزين يعملوا طالع جديد الافكار دي في الافراح، دايما اصحاب العروسه او قرايبها او اخواتها يبداوا يعملوا الحاجات دي، وتتحط على تتحط كده على الايد. تمام. طبعا لو انا عايزاها بقى اهو زي ما اتفقنا هبدا اقفلها من هنا كده اهي كده اجيب التقفيلات دي زي ما انا قلت لكم من عند بتاع الكلف. واحده تانية اهو كده، انا قفلتها بقى عشان الوقت. شايفين زي ما قلت لكم، طبعا تنفع تربونه او تنفع توكه، او ممكن احطها على اي حاجه عندي. ممكن احطها على المرايه اللي انا كنت عاملاها تقفيله المرايه بتاعت المره اللي فاتت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا اتمنى تعملوا اشتراك في القناه، ونفس الفيديو يوصل ل1000 لايك. شكرا ليكم.